لدرجة إني فكرت في حاجات ما يفكرش فيها الشيطان نفسه. عملت مصيبة وأنا عارفة إن عقابها شديد أوي عند ربنا، وللأسف مش عارفة أصلح اللي عملته إزاي. يا ريت حد يقولي أعمل إيه. أنا هاجر، بنت متوسطة الجمال، من صغري وأنا ماليش في الدراسة، ونفسي أكون ست بيت وأتجوز وأكون أسرة جميلة أحس معاهم بطعم الدفى. إحنا ساكنين في عمارة، وخالتي ساكنة في الدور اللي فوقينا. المهم أنا وبنت خالتي كنا من سن بعض وتربينا مع بعض أكننا اخوات. كنت بحبها قوي وربنا يعلم هي كانت بالنسبة لي إيه. عمري ما غيرت منها رغم إنها كانت جميلة جدا وأحلى مني بكتير. اللي يشوفها لازم يعجب بيها من وإحنا صغيرين. كبرنا مع بعض ومن وإحنا في سن إعدادي كان بيتقدم لها عرسان، وكانت بترفض هي وأهلها لأننا صغيرين على الخطوبة والجواز. هي كانت مركزة في دراستها جدًا، وفي الوقت ده ما كنتش باتضايق ولا باغير منها، لإن إحنا كنا صغيرين على موضوع الجواز والخطوبة، غير إن أنا كنت مستنية الشخص المناسب اللي هيتقدم لي ويكون يستاهلني فعلًا بجد. عدّى وقت وأنا خلّصت الثانوية العامة وما كمّلتش لإني ما كنتش غاوية دراسة، كنت عايزة أتجوّز وأقعد في البيت. وهي كمّلت ودخلت الكلية لإنها كانت عايزة تشتغل، وطول الوقت كنا زي الإخوات بننزل نشتري مع بعض احتياجاتنا ونخرج مع بعض وقاعدين عند بعض طول اليوم. لكن كان دايمًا هي بيتقدم لها عرسان كتير وأنا لأ، ما حدش أبدًا كان بيتقدم لي نهائي. كان بيتقدم لها ناس كويسين أوي وعائلات محترمة، المهندس والدكتور والمعيد والمدرس وغيره. العرسان كانت بتدق بابها على طول. أي نعم ما كانش بيحصل نصيب، بس برضه كان عندها فرصة لاختيار شريك حياتها، وكانت بتحس أكيد إنها مرغوبة لإن بييجي لها عرسان كتير. لكن أنا كان نفسي أوي أحس الإحساس ده. عمري ما اتقدم لي حد، عمري ما رُحت أتزوق عشان متقدم لي عريس أو قعدت مع عريس. كنت باتضايق أوي، ومع الوقت حسيت بغيرة واتقهرت على حالي. كانت دايمًا تيجي تحكي لي تقول لي: "فلان اتقدم لي وأنا رفضته، فلان اتقدم لي وما حصلش نصيب." كنت باحس إن أنا متغاظة جدًا، أنا ليه ما حدش بيتقدم لي زيها؟ كنت باضحك في وشها وأقول لها ألف مبروك، لكن أنا من جوايا كنت باتقطّع. لحد ما جالها آخر عريس، والولد ده كان معانا في الشارع. المهم أنا دايمًا لمّا كنت باخرج معاها، كنت بالاحظ إن هو بيبُص لي أنا، وإنه معجب بيّا أنا. نظراته ليّا خلّتني أتعلق بيه. وبعد فترة عرفنا من البوابة ومن الجيران إنه سأل على البيت، أصل هو كان جارنا ومعروف في الشارع عندنا. وهُم جُم قالوا لنا، فأنا قُلت إنه أكيد جاي يتقدّم لي أنا، لإني كنت خلاص اتعلّقت بيه. ما قُلتش لبنت خالتي وما قُلتش لأي حد، ورُحت جهّزت نَفْسي عشان أستقبله. جِبت فستان جديد وmakeup، اهتميت بنَفْسي جدًا عشان أول ما ييجوا يبقى شكلي حلو أوي. كنت طايرة من السعادة، أول مرّة أعيش الإحساس ده. لحد اليوم اللي جه هو وأمه وخبّطوا على الباب، وطبعًا إحنا في الدور الأول، فخبّطوا على الشقة الأولانية اللي هي شقتنا. ومعروف إني ما اتجوّزتش ومستنية نصيبي. المهم أهلي استقبلوهم ورحّبوا بيهم وقدّموا لهم الضيافة وقعدوا يحكوا مع بعض. وبعد شوية مامته طلبت إنها تشوف العروسة. طبعًا أنا كنت جوّه طايرة من السعادة ومستنية بس إني أخرج. كنت راضية عن شكلي جدًا وكنت حاسة إني جميلة في اليوم ده، لإن فرصة زي دي أنا كنت مستنياها من زمان أوي. وهنا كانت المصيبة. أول ما خرجت وشافوني بعد ما كانوا بيضحكوا، اختفت الضحكة من على وشهم واتحولت لصدمة، وبقوا يبصوا لبعض. كان جوايا إحساس كبير بيقول لي إنه جاي لبنت خالتي مش جاي لي أنا. لكن لآخر لحظة كنت باكدب نفسي. فضلنا قاعدين كلنا نبص لبعض، وهو وأمه قاعدين مصدومين ومش عارفين يعملوا إيه ولا عارفين يقولوا إيه. المهم العريس خد بابا على جنب واتكلم معاه شوية، وبعدها بابا جه وقال لي: "اطلعي نادي بنت خالتِك." قُلت له: "في حاجة والّا إيه؟" قال لي: "لأ، العريس مش جاي لِك أنتِ، جاي لبنت خالتِك، اطلعي ناديها." مسكت دموعي عشان ما أبيّنش إني متضايقة، بس أنا كنت حاسة إني هاموت. فضلت متماسكة وطلعت فعلًا ناديت بنت خالتي وقُلت لها: "العريس اللي تحت جاي عشانِك، البسي وانزلي بسرعة عشان بابا عايزِك." قالت لي: "طب خليكِ معايا وأنا بالبس وباحضّر نفسي." قُلت لها: "لأ، أنا نازلة." ما طوّلتش معاها في الكلام ويمكن ده كان آخر كلام بيني وبينها، ونزلت بسرعة. دخلت أوضتي
وانفطرت من العياط. قعدت أعيط بحرقة، كنت حاسة إني هاموت. كنت مقهورة أوي على نفسي، حسيت إنها خطفت مني الفرحة اللي كنت مستنياها بقى لي سنين. واللي زود قهرتي لما بعد شوية سمعت بره في الصالة صوت زغاريت والناس بتقول مبروك. عرفت ساعتها إنهم خلاص اتفقوا وهيتخطبوا، وفعلا اتخطبوا. ويومها كنت بتخيل نفسي مكانها في الكوشة، كنت عايزة أبوظ الخطوبة بأي شكل. يعني يا ربي حتى العريس الوحيد اللي دق بابنا يطلع جايلها هي. ما قدرتش أشوفهم مع بعض. دخلت الحمام وقعدت أعيط وقعدت شوية وبعدها مشيت، وما كملتش اليوم للآخر. عدى على الموضوع كام يوم ولقيناه جاي يتغدى عندهم، وصوتهم كان عالي وواصل لنا، وصوت بنت خالتي وصوت ضحكتها كان واصل لحد بيتنا. وطبعا أنا قاعدة مكسورة في أوضتي وحزينة، وبقى الشيطان يوسوس لي بأفكار كتير، لدرجة إني فكرت في حاجات ما يفكرش فيها الشيطان نفسه. ولحد دلوقتي ندمانة وزعلانة قوي إني عملت كده. فكرت في الأول أحط لها حاجة في الأكل تسممها بالبطيء. كنت أعرف واحدة كانت بتشتغل ممرضة، ولما رحت وطلبت منها حاجة زي كده وافقت وادتني حاجة فعلا أحطها لها في العصير. وكنت فعلا هعمل كده، بس اترددت وخفت بصراحة، لأن بسهولة جدا هيعرفوا إن أنا اللي عملت كده لأننا في بيت واحد. فما قدرتش بصراحة إن أعمل كده. فضل الشيطان يوسوس لي، وعرفت ساعتها أنا عايزة إيه. أنا مش عايزاها تموت، أنا عايزة أوجعها وأخرب لها حياتها زي ما هي خربت حياتي وخلتني وحيدة وتعيسة. المهم، كان في راجل معروف عندنا في البلد إنه بتاع أعمال. دورت على مكان الراجل ده وسألت كتير لحد ما وصلت له، وطلب ساعتها مني فلوس مقابل إنه يخرب حياة بنت خالتي. أنا ساعتها ما كانش معايا فلوس غير حلق صغير في ودني. الغل والحقد اللي جوايا خلاني رحت بعت الحلق وخدت فلوسه ورحت اديتها للراجل ده، ورحت جبت لنفسي حلق دهب صيني عشان محدش يلاحظ إن الحلق مش في ودني. أرجوكم ما تحكموش عليا حكم قاسي، أنا فعلا ندمانة ومتدمرة نفسيا ومش عارفة إزاي أصلح اللي عملته. الراجل ده ساعتها طلب مني قطر أو شعراية من بنت خالتي، وأنا قلت له هجيب لك كل اللي أنت طلبته، بس أنا عايزة خطيبها يسيبها وما تبقاش سعيدة في حياتها وتبقى وحيدة وما يتقدم لهاش عرسان تاني. عايزاها حياتها تتخرب زي ما خربت حياتي وخلتني وحيدة. سمعت كلام الراجل ده ورجعت البيت جبت حاجة من هدومها من الغسيل، لأن هو قال لي أهم حاجة إن الحاجة اللي أنت هتجيبيها تكون هي لابساها ومش مغسولة. وفعلا جبت حاجة ورحت اديتها للراجل، وبعدها قال لي في ظرف أسبوع وحياة بنت خالتك دي هتتغير تماما وهتتقلب من فوق لتحت. طبعا أنا فرحت، وأول ما روحت حسيت بانتصار وقلت لازم تجرب اللي أنا جربته. عدى يوم والتاني وفجأة سمعناها بتصوت، صوتها كان جايب لآخر الشارع. جرينا كلنا على فوق عشان نشوف إيه اللي حصل. لقيناها قلبة أوضتها ومكسرة كل حاجة. سألنا خالتي هو في إيه اللي جرى؟ قالت لنا بنتي بقت بتحلم بكوابيس وبتحلم وبتشوف حاجات غريبة قوي، وبقت طول الوقت تكسر وتشد في شعرها وتعمل حاجات مش طبيعية. دي مش بنتي، دي واحدة تانية. حاولنا نهدي بنت خالتي على قد ما نقدر ونزلنا البيت، وأنا ساعتها حسيت إني زعلانة لأن مش ده اللي أنا كنت عايزاه. المهم بعدها بكام يوم كده لقينا خطيبها نازل من على السلم جري. طلعنا لخالتي عشان نشوف إيه اللي حصل، لقيناها بتقول لنا خطيبها كان قاعد معاها وكانوا كويسين، وفجأة بدأت تضرب فيه وتقول امشي، أنا مش عايزاك، أنا مش عايزة أكمل معاك. فجأة كده بدون مقدمات. طبعا كلهم كانوا زعلانين عليها، لكن أنا لقيت نفسي باضحك كده لوحدي وكنت فرحانة. أيوه هو ده اللي أنا كنت عايزاه يحصل. المهم بعدها بيومين كده عرفنا إن بنت خالتي قالت خلاص أنا مش عايزة أكمل معاه، رجعوا له الدهب أنا بكرهه. طبعا أنا كنت فرحانة قوي من الخطوة دي، هي دي الخطوة اللي أنا كنت مستنية إنها تاخدها. لكن في نفس الوقت كنت حزينة جدا على حالة بنت خالتي، ما كنتش عايزاها توصل لكده. المهم صعبت عليا، حاولت إن أرجع للراجل ده وأقول له يفك العمل عشان حالتها تبقى أحسن، لكن للأسف هو مرضاش غير لما ياخد فلوس، وأنا مش معايا فلوس. مش عارفة أعمل إيه، ندمانة قوي على اللي عملته في بنت خالتي، ودي كانت زي أختي. أعمل إيه؟ ساعات كتير قوي لما بشوفها وبشوف حالتها
باطلع البيت أقعد طول الليل أعيّط عليها، تصعب عليّا جدًا. هل لو أنا حكيت لأهلي اللي أنا عملته ده ممكن يساعدوني؟ قولوا لي في التعليقات أعمل إيه وأحل الموضوع ده إزاي، عشان أنا حاسة بالذنب وخايفة أوي من ربنا. مش هينفع كده لازم تدفعي، فتقول لي لأ ده دُكّان أخويا وأنتِ هنا شغالة عندنا، آخُد اللي أنا عايزاه. جوزي فاتح دُكّان صغير تحت البيت عشان نحسِّن من دخلنا ونصرف على عيالنا، خصوصًا إن عندنا 3 عيال، فهو بيروح الشغل الصبح ويسيبني أقعد في الدُكّان لحد ما يرجع ويكمّل هو باقي اليوم. أنا رُقيّة، متجوّزة في بيت عيلة، جوزي ولد وحيد على أخواته البنات، في منهم اللي اتجوّزت وفي منهم اللي لسه عايشة مع حماتي. المهم أنا وهو اتجوّزنا وهو كان بيشتغل شُغلانة واحدة بس، وكانت الدنيا ماشية، بس مع الوقت ولمّا خلّفنا ابتدى الحال يضيق والمصاريف تكتر علينا أوي، لحد ما جه في يوم وقال لي: "أنا شايف إني لازم أمسك شُغل تاني مع شُغلي، عشان نقدر نكفّي مصاريف الأولاد." قُلت له: "أنا برضه شايفة إن ده حل مناسب، ابتدي كده دَوّر على شُغل وربنا يوفّقك." المهم فضل يدوّر على شُغل مناسب مع شُغله بحيث إنه يمسك شُغلانتين في اليوم، ولكن عدّى شهر و2 و3 والحال زي ما هو، كل المدة دي وهو بيدوّر، ما كانش في أي شُغل مناسب خالص، لحد ما جه في بالي فكرة وقُلت له: "باقول لك إيه يا حسن، أنت عارف إن أنا أمي بتمسك جمعيات يعني وكده، إيه رأيك ندخل معاها في كام جمعية ونأجّر محل أو دُكّان صغير كده ونفتحه ونبيع فيه حلويات وبقالة، بحيث نحسّن من دخلنا يعني." قال لي: "بس ده محتاج إني أصحى بدري وأنزل أفتح المحل وأفضل قاعد لحد بالليل عشان يبقى في زباين." قُلت له: "أنا ممكن أنزل الصبح أقف لحد ما أنت تيجي من الشغل وتستلم منّي." وقعدنا نخطط ونفكّر ونشوف إيه اللي ممكن نعمله وندرس الموضوع كويس، والحمد لله ربنا وفّقنا ودخلنا فعلًا في جمعيات، وفي نفس الوقت فضلنا ندوّر على محل يكون مناسب لفلوسنا ويكون مكانه كويس، وبالفعل قبضنا الفلوس وأجرنا محل مناسب، وكان المحل تحت البيت، وعشان كده كان سهل عليّا أوي إن أنزل أشتغل الصبح، وفلوس الجمعية قضّت إننا نجيب بضاعة، وبدأنا فعلًا إننا نشتغل. كان في الأول يا دوبك المحل بيسدد فلوس الجمعيات والفواتير، ويتبقى شوية فلوس صغيرين ما يعملوش أي حاجة. وفضلنا على الحال ده حوالي سنة، والحمد لله سددنا فلوس الجمعيات كلها، وابتدت الرجل تاخد على المحل، وبدأ يبقى عندنا زباين ونكسب فلوس كويسة. طبعًا لمّا دخلنا الجمعيات في الفترة دي الحال ضاق علينا، ومش هانكر إن حماتي وقفت معانا في الفترة دي، كمان عيالي كانوا بينزلوا يقعدوا عندها الصبح لمّا أنا كنت بانزل أشتغل، فمش هانكر وقوفها جنبنا. المهم بعد ما المحل ابتدى يشتغل ونكسب كويس، بدأ يبان علينا ومستوى معيشتنا يتغيّر للأفضل. طبعًا وفّرنا كل احتياجات عيالنا من لبس ودراسة وترفيه وغيره، واهتميت بنفسي وغيّرت من شكلي للأحسن واشتريت لبس جديد، وكمان غيّرت حاجات كتير في البيت، زي إن أنا اشتريت مطبخ جديد وغيّرت في الفرش، وربنا كرمنا والحمد لله حالنا بقى أفضل. المهم إخواته البنات شافوا إن أحوالنا المادية بقت أحسن، فبقوا ينزلوا الصبح وييجوا عندي الدُكّان ياخدوا حاجات ويقولوا لي هنبقى ندفع بعدين لأخونا، وما بيدفعوش حاجة في الآخر. طبعًا الموضوع ده اتكرر كتير، فقُلت إنّهم من الآخر كده مش عايزين يدفعوا حاجة، ولمّا قُلت لجوزي قال لي إنه بيتحرج يكلمهم، وإن أنا اللي أقول لهم. طبعًا الموضوع ده أثّر معانا جدًا وبدأنا نخسر، وجوزي في الأساس فاتح المحل عشان نحسّن معيشتنا ونقدر نصرف على العيال، يعني المكسب برضه على القد. المهم جوزي قال لي: "بعد كده لمّا يبقوا عايزين ياخدوا حاجة قولي لهم إن أنتِ عايزة الفلوس." عملت زي ما قال لي، بقوا بيردّوا عليّا ويقولوا لي: "لمّا يبقى أخونا ييجي إحنا هنحاسبه، واللي تقول لي أنا وأخويا أحرار، أنتِ مالِك، ما تتدخّليش ما بيننا." واللي أقول لها مش هينفع كده لازم تدفعي، فتقول لي: "لأ ده دُكّان أخويا وأنتِ هنا شغّالة عندنا، آخُد اللي أنا عايزاه." واستمرّوا معايا على كده وبالطريقة دي. المهم جيت في مرّة أخته جات تاخُد حاجات، فقُلت لها: "ده الراجل بتاع البضاعة جاي ومش هينفع دلوقتي أطلّع أي حاجة." فضلت تزعّق لي وتقول لي: "ما لكيش دعوة، ده محل أخونا، أنتِ مالِك، آخُد اللي أنا عايزاه ما تتكلّميش." لأ وكمان طلعت ندهِت لي حماتي ونزلت وقعدوا يزعّقوا لي، وحماتي تقول لي: "ما لكيش دعوة، ده محل أخوهم إزاي تقولي كده؟"
وخدوا الحاجة وطلعوا ومحدش اداني فلوس. استنيت لما جوزي رجع من الشغل وقلت له الحال اللي احنا فيه ده مش هينفع، احنا كده هنخسر فلوسنا وقدام هيبقى علينا ديون. قال لي أصلهم أهلي، وأنا بصراحة محرج إني أكلمهم لا يزعلوا. خايف لا يزعلوا، اتصرفي انتي وقولي لهم أي حاجة. قلت له مش هيوقفوا اللي بيعملوه إلا لما انت اللي تقول لهم. قال لي أنا خايف أحسن أزعل أمي وأخواتي، لما تيجي منك انتي غير لما تيجي مني. وطبعا أنا مهما اتكلمت هما شايفينه ساكت، فبيحرجوني عادي، وحماتي بتنزل تزعق لي. وآخر مرة خالص اتكلمت فيها حماتي نزلت بهدلتني وزعقت لي قدام الناس في الشارع، ومنظري بقى وحش جدا. هي اللي غلطانة، بس أنا اتهزقت في الشارع. وبتفضل بقى تقول للناس إن أنا باجي عليهم وإن أنا باوقّع بينه وبين إخواته. المهم الدُّكان بدأ يخسر، وبدأنا نتداين لبتوع البضاعة، لإن للأسف حماتي وإخوات جوزي بياخدوا حاجات كتير أوي من المحل، وجوزي ما بيقولهمش أي حاجة، وبدأ ياخد من فلوس شغله الأولاني ويسدد للتجار. ده طبعًا أثّر على معيشتنا، لإن أصلًا شغله الأولاني ما كانش مكفّينا، وعشان كده فتحنا الدُّكان، وكل ده عشان الدُّكان ما يتقفلش، وعشان هو مش قادر يكلّم أهله. وللأسف إخواته بقوا بيتمادوا ويطلبوا طلبات غير طبيعية، لدرجة إنهم بيعملوا عزومات وياخدوا حاجاتها كلّها من عندنا من غير ما يدفعوا أي فلوس. وفي الآخر هو بييجي يلوم عليّا إني ما باخدش منهم فلوس. الموضوع زاد عن حدّه جدًا، وجوزي اتداين بشكل كبير، وابتدى يطلب منّي الدهب عشان يسدد ديونه للتُجّار. قُلت له: "معلش أنا ما ليش دعوة، فلوس التُجّار عند إخواتك، روح اطلب من إخواتك الفلوس، تَمَن الحاجات اللي هم خدوها، أنا مش هادفع تَمَن حاجات أنا ما خدتهاش." وبصراحة أنا ما بقاش فارق معايا، فضل يتخانق معايا كتير، عايز منّي الدهب، وأنا أصلًا ما كنتش سايبة الدهب في البيت عشان عاملة حسابي إن اللحظة دي هتيجي، كنت سايباه عند أهلي. المهم رفضت وهو فضل مزنوق والتُجّار بيطالبوه بالفلوس، والموضوع كبر ووصل للقِسم، في منهم اللي بلّغوا وكان جوزي خلاص قرّب يتسجن. وأنا فضلت مصممة إنه لازم يروح ياخد الفلوس من إخواته، وبالفعل راح لإخواته وطلب منهم تَمَن الحاجات اللي هم خدوها، أو على الأقل يساعدوه إنه يسدد الديون اللي عليه. ولمّا راح لأخته الكبيرة قالت له: "والله كان نفسي أساعدك، بس أنت عارف إن عندي 3 عيال وال3 كبار في ثانوية عامة ومحتاجين فلوس، كمان أنا ما معيش، جوزي هو اللي بيصرف." راح لأخته التانية قالت له: "أيوه يعني أجيب لك فلوس منين؟ ما أنت عارف إني ما باشتغلش." "هاعمل إيه بقى وأجيب لك فلوس؟ آخد فلوس من جوزي ويرجع يعايرني بيها؟ لأ أنا ما أقدرش أعمل كده، وبعدين يعني إحنا خدنا حاجات من عندك، إيه المشكلة يعني؟ عيب أوي أمّا تحاسبني على الحاجات دي، وبعدين أنت ما كنتش متضايق وإحنا بناخد الحاجات وما اعترضتش." راح لأمه ولأخته اللي لسه ما اتجوزتش، وبرضه رفضوا إن هم يساعدوه لإن حماتي معاشها على قدّه. بالعكس كمان ده حماتي اتصلت بيّا وقالت لي: "أنتِ وقّعتِ بينه وبين إخواته مبسوطة كده دلوقتي؟ كان فيها إيه لو ساعدتيه من الأول؟ مش هو جايب لِك دهب، مش الدهب ده بتاعه؟" قُلت لها: "لأ ده مش حقه، والدهب مش بتاعه، الدهب ده بتاعي أنا، وبعدين أنا مش هادفع تَمَن حاجات أنتم خدتوها." المهم إنه اضطر في الآخر إنه يبيع كل البضاعة اللي في المحل ويسدد معظم الديون اللي عليه، وقفلنا المحل خلاص بعد خساير كتير، وباقي الديون سددها تدريجي من مرتبه. ودلوقت هو عنده صدمة من تصرُّف أمه وأخواته، وقطع معاهم نهائي، ما بقاش عايز يعرفهم تاني، وحماتي بتتهمني إن أنا السبب. كمان هو أخد موقف منّي لإنه شايف إني ما وقفت لجنبه، وإن أنا رفضت إني أبيع دهبي. هل أنا كنت غلطانة في اللي عملته ده؟ أنا كنت شايفة إن الموضوع ما لوش أي نهاية، يعني لو بِعت دهبي هُم برضه هييجوا ياخدوا حاجات من المحل، هو ما بيتكلمش معاهم خالص، ما بياخدش أي موقف، والمحل هيفضل عليه ديون، فهابقى أنا بِعت دهبي على الفاضي. قولوا لي رأيكم في التعليقات، هل أنا اتصرّفت صح والّا لأ؟